معقول لسه في حد ما بيعرفش يعمل البسبوسه؟ هاتي الكيس ده وهاتي معاه كوبايه واحده من الزبادي وتعالى اقول لك تعملي ايه. هنحط هنا 3 معالق من السمنه، ويفضل ان هي تكون سمنه بلدي. ما عندكيش او مخلطاها مفيش مشكله، استخدمي السمنه العاديه. هحط عليها كوبايه من الزبادي وهقلب كويس جدا بالمضرب لحد ما الخليط ده يبقى كريمي. هنزل بالكيس كله بتاع البسبوسه واحط نص معلقه من البيكنج باودر وكيس من الفانيليا. هقلب كل الكلام ده مع بعضه كويس، وبنفس الكوبايه بتاعت كوبايه الزبادي هملاها ميه وهحطها على البسبوسه بتاعتي على مرتين، وهقلب بالراحه، مش عاوزين نقلب بسرعه علشان ما تعملش عرق. بعد كده هجيب الصينيه بتاعتي، الصينيه دي مقاس 25، وهدهنها بالسمنه كويس جدا، وبعد كده هحط الخليط فيها، وده القوام المظبوط ليه. مش هنضيف لبن ولا هنضيف اي حاجه. هفردها في الصينيه، وبعد كده هخبط الصينيه خبطتين على الرخامه بحيث ان كلها تكون متساويه. هحطها في الفرن على درجه حراره 200، الفرن شغال فوق وتحت. وده الشربات: كوبايه ونص من الميه، عليهم كوبايه ونص من السكر، ونقطتين من عصير الليمون. هقلبه كويس وهرفعه على النار 5 دقايق بالظبط يغلي. هطفي عليه وهسيبه. اول ما البسبوسه تكون هتخرج من الفرن نسخن الشربات تاني، لازم يكون سخن. هحطه كله وبالشكل ده كده هتشربه تماما، وهغطي بالغطا، ودي خطوه مهمه جدا. وهطفي الفرن وهدخل البسبوسه فيه 10 دقايق، بعد كده سيبيها تبرد، ومعلقه قشطه وقطعيها وكلي احلى بسبوسه.